مين مننا مش بيستخدم جوجل كروم في يوم؟ أكيد بنستخدمه سواء في الشغل أو في الدراسة أو نتفرج على فيديوهات مثلا. بس المشكلة اللي واجهتني أنا وأنت وكتير من الناس إنك أول ما بتفتح جوجل كروم بتلاقي إن الجهاز بدأ يبطأ وفي تهنيج غريب في البرنامج. بس خلينا نطمن، العيب ما طلعش في جهازك ولا مواصفات جهازك، العيب طلع شوية حاجات جوه جوجل كروم. خليني أقولك عليها من غير ما نطول وتاخد الخلاصة. أول حاجة هنخش على التلات نقط دول، وبعد كده نخش على more tools، وبعد كده على performance. هيدخلنا على الإعدادات، هننزل لحد memory saver ونفعلها. memory saver دي بتعمل ايه بقى؟ تخلي جوجل كروم يسحب الرامات من التابات اللي انت ما بتستخدمهاش او اللي انت مش فاتحها، ويوفرها للتاب اللي انت شغال عليها بس. يعني هتلاحظ فرق وهتلاحظ سرعة. طب بتختار بناء على ايه من الاختيارات التلاتة دول؟ لو جهازك قوي فانت بتختار اول واحدة، لان ده بيخلي التابات تفصل بعد وقت اطول. تاني واحدة دي بتخليها متوازنة ولا كده ولا كده. تاني واحدة دي بعد وقت اقل، فانا هختار بالانس دايما. الخطوة اللي بعد كده ان احنا هننضف الملفات المؤقتة. المتصفح مع الوقت بيخزن ملفات مؤقتة فبتقلل حركته وبتبطئه. احنا هنمسح الملفات المؤقتة دي من غير ما نخرج من حسابات، ونحافظ على الباسوردات والحسابات شغالة زي ما هي. أول حاجة هنخش privacy and security، بعد كده ننزل على delete browsing data، بعد كده نختار more، بعد كده all time. فاحنا مش هنعلم على اي حاجة من دول غير cached image and files، وبعد كده نعمل delete data. وبس كده مسحنا الملفات المؤقتة. ونخش على اللي بعد كده. الخطوة اللي بعد كده هنخش على extension اللي هي الإضافات. أي إضافات من دول أنت ما بتستخدمهاش فياريت تشيلها عشان تحس بسرعة المتصفح بتاعك فعليا. أهم 3 إضافات أنا بستخدمهم، فمش محتاج إن أنا أشيل أي حاجة فيهم. لكن لو أنت عندك إضافات كتير ما بتستخدمش حاجة فيهم فأنت ممكن تعملها remove وتشيلها خالص. وبس كده. المهم جرب أنت الخطوات دي واللي حسيت بفرق فعلا ولا لأ. ولو عندك مشكلة في أي برنامج تاني تقدر تكتبلي في الكومنتات ونبقى نعمل له فيديو مخصوص. ما تنساش اللايك لو استفدت عشان القناة تكبر بيه. وسلام.